حاجات محدش هيقولك عليها في الريل استيت. اشتري وحدة واحدة ب100 مليون ولا اشتري كذا وحدة بنفس السعر؟ اولا لازم نبقى عارفين احنا بنشتري مع ديفلوبر عامل ازاي، وهل هو لونش ولا لا. الفرق ما بين المثالين دول ان اللي هيشتري مجموعة من الوحدات سواء هيشتريها لوحده او هيجمع مجموعة من صحابه يشتروها مع بعض از بالك ديل، يعني مجموعة من الوحدات الصغيرة او المتوسطة زي انهم يشتروا بيلدينج جوه كومباوند. ده غالبا بيعمل ايه؟ بيبيع البيلدينج وحدة وحدة، ومع كل وحدة بيبيعها بيوفر سيولة تسدد اقساط باقي الديل، لحد ما في نهاية الامر يلاقي نفسه بعد ما باع اغلب الوحدات عمل مكاسب كبيرة، ويمكن طلع له وحدة او اتنين شبه ما دفعش فيهم اي حاجة. اما اللي بيشتري وحدة كبيرة بالرقم ده فهو غالبا متارجت انه يبيع بعد فترة كبيرة، ويكون واثق ان السيولة اللي معاه تغطي الاقساط لاطول فترة ممكنة، لانه هيحاول يبيع لكلاينت معين هو متارجته باوفر كبير يغطي مكاسب كل الوحدة. ابعت الريل دي لصاحبك اللي عايز تعمل معاه انفست، ولو محتار تنفست في ايه كلمني. مصطفى سمير، ريل استيت ايجنت.